هذه قصة حقيقية صارت مع تاجر سعودي. طلق امرته التاجر هذا بس 3 طخ رجفه كذا وحرمت عليه، فبلش برجع حرمت لازم حلل. اختار هو وعياله موظف مصري عندهم بالشركة انه يصير محلل لامهم. يعلس ما عادت من اختيار حال. تزوجت المصري بعد كم شهر جوها عيال عشان تطلق وترجع لابوهم، رفضت وقالت لا خلوه يتأدب ابجلس كم شهر. قالوا ما يخالف. جوه بعد 3 شهور وقالوا له ورفضت. قالت باللهجة العامية مالت عليكم وعلى ابوكم. الله لا يخليني من ابو حنفي. الله يا ابو حنفي. نازل ابو حنفي بالحيل تقول لي خليني انام لين اصحى ما يقعدن، واذا قمت القى الفطور جاهز ويجينا وصبح علي بالخير، يقول يا صباح الخير، يا صباح الفل، يا صباح النور على البنور، يا صباح القشطه، يا صباح العسل يا عسل. تقول ما خلى صباحا ما قالوا فل اوبشن ما شاء الله. قالوا طيب ابونا، قالت ابوك متسلب ما يسرح مع الغنم. يا جاء الفجر قام يصيح. وقم مستقل مجنونه. وين الفطور يا ملعونة الوالدين، وطير ماني واعيه، وكل ما طلب شيء وين ثيابي يا من الموت اللي ياخذت، وكل ما طلب شيء تمنى مصيبه قبله. سيف ما خلى دعوة ما قالها لي ليت قدمت تطليقت وتطلقت مبطي، فصفتهم كذا ورعت لهم بعين حارقة تقول قالوها، قالت اقول ادلفوا وانتم ابوكم وازيدكم من الشعر بيت انا دلوقتي حامل. الله يا ام حنفي الله، خلص انتهت ما في رجعه لله. والله يا الاخوان يقولون انها قصه حقيقيه، انا والله ما ادري. يقول حصلت بحد المدن السعوديه، والله يقولون صدق، والله انا صدق والله انها مجريه داير شلوه. لقت هالصباحات الحلوه ولقت هالفطورات الجاهزه وعلى رجل وراحه نفسيه ومعنويه وكلام حلو، وين تلقى احلى من ابو حنفي؟ ام جهزت لها السالفه. وش يمه دخلت عليه مرت تضحك ايش بلات؟ اقول هل مرتي اخذتها المصري. سيكاتي والله ايش تبي بش وايد للمودي. اي والله ايش تبي مع نبوله. والله يما يقول كل يوم فطور وكل يوم صباح الحلو ولا يزعده ما يقومه من النوم. يا مسعود عذر قلبه. اي والله. ايوه. قالت له ما رجع من ابوك ما الاشمر. يندقه برجله. من البيت. يقوم عدل حواجبه. اي والله ابوك شطفه.